عم اتلذذ بالانتقام. انا عملت اللي ببالي وانتقمت منك. قلت له طلقني، قام قال لي انت طالق. انا اجي اقول لك بحبك انت كنتي تضحكي علي. مرحبا، حضرتك قلتي انه بدك تحكي لنا قصتك. ايه تمام. قصتي بتبلش وقت كنت صغيره، كنا قاعدين ببيت جدي، بيت العيله يعني عمامي وبابا وانا واولاد عمي كلياتنا قاعدين يعني ببيت واحد، يعني ساكنين سوا. ايه تمام، بيت العيلة انه بيت عمامي وانا وبابا واولاد عمي كلياتنا سوا عايشين يعني مثل الاهل. فالقصة بتبلش انه كنا انه اطفال صغار هيك نلعب انه طميمة ونلعب هيك شغلات كتير حلوة يعني اولاد صغار. فابن عمي يجي يقول لي انه انا بحبك، فانه انا صير اضحك وانه اقول له ايه وانا بحبك كمان. انه شو فكر انا انه ايه انه بيحبني، بنلعب انا وياه مثلا، نتفق انا وياه باللعبة، بنتخبى انا وياه سوا مثلا بنفس الزاوية. انه ايه وانا بحبك، انه ما بعرف يعني هيك كنت فكر انه كان تفكير بريء طفولي، يعني انه بحبك ايه وانا بحبك ونلعب سوا وناكل سوا، نطلع مثلا نشتري من الدكان سوا، يطلع هو على الدكان مثلا يشتري مثلا شيبس او هيك فيجيب لي معه انه انا الوحيده الباقي انه ليش ما جبت لنا، انه انا بحبها هي ايه وانا بحبها كثير مثلا، انه حب طفولي هيك بريء. وضل هذا الحب معه هيك عم نكبر وانه يكبر هالحب. هو اكبر منك بالعمر، يعني كان يحبك، كان يفهم مشاعره لما عم بيقول لك بحبك؟ لا هو انه اكبر مني كان بسنه، فهو اللي بحبك ما بعرف اذا كان انه هو فهمان شو بده يعني. انه انا بحبك يعني ايه تعال نلعب طمامه، ايه انا بحبك اشتري لي مثلا شيبس، اشتري لي ايس كريم، انا بحبك. تماما. فوالله كبر هذا الحب، فهو كل سنه انه ايه انا بحبها مثلا نروح على المدرسه، اذا حدا مثلا طلع فيني او انا رفيقي شب احكي معه، فكان قلت له انه ليش تضربوا هيك، فانه هي الي لحدا يقرب علي انا بحبه. لازم مثلا انه بالصف مثلا انه يجي انه مثلا يطمن علي، يجيب لي سندويشه، يجيب لي قنينه المي، يشربني يطعميني، فانا اقول انه عادي ابن عمي يعني، وانه من اول ما كان يعيني المحاية والقلم وكل شيء، يعني كثير كان يهتم فيني وهيك، بس انه يعني نحن اطفال وهيك انه ابن عمي فعادي يعني انه يصير بيناتنا هيك شغلات. والله كبرنا وهو كبر هذا الحب وهيك، فهو صار مصر زيادة على الحب، انه انا بحبها انا بدي اياها. انا رحت على الجامعة هو ياخذني ويجيبني من الجامعة، بيروح معي، ممنوع احكي مع حدا، لازم هو يضل معي 24 ساعة، لازم هو انه مثلا يهتم باكلي بفطوري، بغداي مثلا لازم غذاء متكامل، كل شيء كل شيء كل شيء كان يهتم فيه. فهو يجي يقول لي انه مثلا انه انا بحبك انا بدي اياكي، انا مو على كيفك، انا غصب عنك بدي ضل وبدي اياكي وبدي اخذك غصب عن الدنيا وهيك. قل له ايه انا بحبك، انت ابن عمي ربينا سوا وانه كبرنا وهيك، انا بحبك، بس انه خلص حب انه مو هالحب هي المشاعر ومدري شو هيك، لا لا انه حب انه. هلا انت بوقتك كنتي فهمانه انه صارت مشاعر عاديه، ولا انت فكرتيها مشاعر حب حقيقي؟ هلا هو بالنسبه له كانت مشاعر حقيقيه، انه بيحبني من كل عقله وبده يعني وهيك. انه انا لا، انا انه انت بحبك ايه لانك ابن عمي، لانه ربينا سوا وكبرنا سوا، بس يعني ما في شيء انه بقلبي تجاهه انه حب وهيك، لا ما. طب هالاهتمام فيكي اللي اهتموا فيكي ما خلاكي تحبيه مثلا او تحسيه غير ابن عمك حبيبك؟ كتير حلو، بجنن بجنن هذا الاهتمام كان، يا الله عن جد يعني شو بدي احكي لك واوصف لك اياه، كان كتير حلو كتير حلو هذا الشعور، بجنن انه يهتم فيني. مثلا بدك تفطري كورن فليكس وحليب، مثلا بدك تغدي لازم انه انت ما تمرضي، انا وقت امرض مثلا انه يجيب الدكتور ياخذني يهتم فيني، الادويه كل شيء، مثلا موعد دواء لازم اخذه بموعده، اذا ما اخذته كان يقوم الدنيا وما يقعدها. كثير حلو هذا الاهتمام، بس ما في شيء بقلبي حقيقي تجاهه، يعني هو حب انه ابن عمي وبس. ايه بس هو كان خلص انه انا بحبه وبدي اياها، والله وضل مصر على هذا الموضوع. بصراحه انا كنت مبسوطه. انا هو واضح لهلا مبسوطه. كنت مبسوطه كثير انه هو عم يهتم فيني ويحبني وهيك، انه ما بعرف كثير قليل نلاقي هيك عالم هلا. فهو راح وحكى بابا، وقال له انه انا بدي اياها، وانه طالب الحلال وهو مأمن يعني وعنده كل شيء وقادر يعيشني برفاهية، وكان بيحبني وبيهتم فيني. طلعت هيك انا شو بدي احلى من هيك، ما بدي شيء احسن من هيك. فوافقت لانه كان بيحبني ويهتم فيني، وخصوصا بعد ما طلعت وشفت انه مثلا شباب الايام وكيف انه مثلا بيضحكوا مشاعرهم كلها كذب، هو كانت حقيقية من الصغر لحتى كبرنا. ايه فوافقت، تزوجنا. نحن تزوجنا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بتعرفي أنت يعني عرسان شهر عسل وهيك. والله العظيم ولا كأنه هو، انقلب مليون درجة. أنا بس إنه أطلع فيه هيك إنه مو أنت، مستحيل هذا مو أنت اللي
انت غبية، انت مدري شو، بهادل، عياط، عدم اهتمام، لا مبالاة بشيء، انه اكلت ما اكلت ما يجيب لي اكل، روح اجيب لحالي. انا انصدمت يوم 2 و10، وبعدين مع هالحالة اطلع انه مستحيل مستحيل مو هذا هو نفسه، مستحيل. انا كنت بحلف على المصحف انه مو هذا هو نفسه، انا اخذت شخص تاني والله العظيم. شو السبب اللي خلاه يعمل هيك؟ إهانة، ذل، والله ولا كأنه هو إنه هذا اللي كان يحبني ويهتم فيني. أنا أطلع هيك أبكي، أبكي إنه على حالي، إنه شو ليش صار فيني هيك، لك ليش أنت هيك. أنا أترجاك، قال له بترجاك ليش صرت هيك، ليش إنه عم تساوي هيك، ليش عم تضربني، ليه عم تمد إيدك، أنت ما كنت هيك بحياتك، مثل ما مديت إيدك بحياتك ما ظلمتني، كنت أنت أول واحد تركض بمرضي، أول واحد تركض بتعبي بفرحي بكل شيء، أنت أول واحد كنت جنبي. يطلع هيك فيني نظرة إنه هيك بسخرية، يطلع فيني ويقول لي أنا عملت اللي ببالي وانتقمت منك. هو طلع كل هذا اللي عم يعمله لأنه أنا ما كان بدي إياه، وكنت إنه تمسخري عليه مثلا، وإنه كنت مفكرته إنه هو إنه عم يتسلى، إنه عادي إيه بحبك، إنه أنت كنتي تضحكي علي، اللي أنا إجي أقول لك بحبك أنت كنتي تضحكي علي. أي والله. هو إنه عن جد ما بعرف شو بدي احكي لك. انا كنت اقول لك بحبك، انت كنت تضحك علي. طب نحن كنا اطفال، انا ما بعرف شو يعني حب، انا بعرف حب بريء، حب طفولي، ما بعرف شو يعني. قال لي انا انتقمت منك، انا هلا عم انتقم منك، عم اتلذذ بالانتقام. انا هون كيف طنجرت الضغط وانفجرت هيك. والله العظيم كل شيء حزن وكل شيء، انه ما عن جد فت بحالة نفسية كتير صعبة. قلت له طلقني. طيب أهلك شو قالوا؟ قلتي لهم شيء؟ شو قالوا لك؟ أنا لما كان بهي الفترة هو عم يتصرف هيك، فأنا قلت إنه ممكن عادي، ممكن إنه مثلا مضغوط، إنه حالة نفسية حرام، يمكن من الشغل، يمكن من أهله، بتحمله معلش يوم يومين وهيك. بس شهر كامل وهو هيك. ما حكيت لحدا، وقفت بوجهه والله العظيم انفجرت. قلت له طلقني، قال لي أنت طالق. بكل بساطة قال لي أنت طالق. يعني هو ضل سنين عم بيمثل هذا الحب عليك؟ هو ضل سنين عم بيمثل الحب، وعم يمثل الاهتمام، عم يمثل الغيرة، عم يمثل كل شيء. يعني طلع عن جد شيطان. لما قلت له السما، قلت له طلقني، قال لي ايه انت طالق، وصار يضحك. انا انتقمت منك، انت طالق، وصار يضحك. انا شو عملت؟ صرت ابكي، انقهرت على حالي، انقهرت على مستقبلي، على اللي صار فيني. عن جد الموقف كتير بشع، واللي عشته ان شاء الله ولا بنت بتعيشه، لانه كتير مزعج وكتير صعب وكتير بيقهر وكتير ببكي. بس طلعت هيك قلت انا لازم اكون قويه، لازم اوقف، لانه انا اذا ما وقفت لحالي ما حدا رح يوقف معي. هو كان كتير حقير وعمل فيني هيك بس لينتقم مني، دمر لي مستقبلي ودمر لي حياتي وكل شيء بس لينتقم مني. لما طلقني حملت حالي ورحت، انا رجعت لعند اهلي، تمام، لا رجعت لعبيت بابا. صار يبوس الصرماية مشان ارجع له، بده يرجع يعمل فيني. هذا واحد مريض نفسيا. انا صرت اطلع هيك انه انت مريض نفسي، انت مريض نفسي. انه انا كنت معك، كنت تذلني وتضربني وتقهرني وتجوعني، ولما تركتك صرت تبوس الايادي بس مشان ارجع لك. لا انت اول ما قلتي له طلقني طلقك. يعني انت متخيله الموقف كتير بشع. قلت له طلقني، قال لي ايه انت طالق، وصار يضحك وها ها ها. وبعدها صار يترجاكي ليرجع؟ وبعدها صار يترجاني، بترجاك ارجعي لي، الله يوفقك، انا اسف والله ما عاد، انا ما بعرف شو كان صاير لي، مثل كان اكل ضربه على راسي. هو واحد على راسه، هو واحد كذاب، هو واحد مريض نفسي، بس انه بحب يتسلط. انا خلص هي الانسانه انا اخذتها حطيتها ببيتي، صار هو بده يتحكم فيني، يظلمني ويقهرني. ايه لما شاف انه انا طلعت من تحت جناحه، انه انا قويه وبدي اعيش، هو ما عجبه هذا الوضع، صار بده يرجعني ويذلني. ما عم يقدر يشوفك انك انت اقوى منه وقدرتي. ما شاء الله، ما بدي اسالك كيف حالتك النفسيه هلا، بس واضح منيحه. لا الحمد لله حالتي النفسية كتير منيحة. وبالعكس أنا ما إنه لازم تعلمت من هي التجربة، الضرب اللي ما بتكسرك بتقويك، وأنا هيك تماما صار فيني. بالعكس عم أضحك، وبكرة إن شاء الله هيك الله بيبعث لي واحد ابن حلال وبيحبني أكثر منه، بس مو مثله مو يمثل. لا ان شاء الله ببعث لك ابن الحلال وتعيشي عيشه حلوه. طب هو تجوز؟ لا ما تزوج، لأنه هو واحد مريض نفسي. إيه وهلا هو مصر انه هو حابب يرجعك؟ مصر لحد الآن. أنا بحبك، أرجوك عايش عايش قصة أفلام. أماني أنا بحبك، أماني مدري شو، رح يبوس إيده للبابا بس مشان يرجعني، وأنا مستحيل طبعا أرجع، مستحيل أرجع لهيك شخص. الله يوفقك بحياتك، وإن شاء الله يا رب الله بيبعث لك واحد أحسن من يحبك بدون تمثيل. شو العبرة اللي حابة تقوليها للعالم؟ بحب أقول إنه لا توثقي بحدا مهما كان ببين لك إنه بيحبك بيحترمك، كله كذب. هذا ما ببين معدن الإنسان لحتى تعاشريه وتعرفي شو جواته
تختبريه بموقف واثنين وثلاثة وعشرة، والضربة اللي ما بتكسرك بتقويكي. شكرا كثير لك، ميرسي كثير. شكرا كثير لكم.